السلام عليكم. النهارده معانا فكرة خطيرة، هي فكرة حصرية ومش موجودة عند اي حد. هي ازاي اعمل شجرة صناعية بالشكل ده تكون شكلها طبيعي ولذيذ. شايفين الشجرة الخطيرة دي شجرة كبيرة، شايفين، ومعمولة بمكونات بسيطة جدا موجودة في كل بيت. عادي جدا ان انتي تعمليها وبسهولة جدا. يلا بينا. دي اول حاجه اهي معايا، ده نص كيلو من الاسمنت الابيض. تحضريه في طبق بلاستيك بالشكل ده، تمام. وهنبدا ننزل عليه بالميه لحد ما يوصل معايا لقوام تقيل شويه. يلا بينا. وادي الاسمنت انا حطيت عليه بتاع ده كوبايتين من الميه، شايفين معايا اللي هو يبقى تقيل بالشكل ده. شايفه اللي هو ماسك معايا بالشكل ده. ولو خف معاكي افضلي قلبي فيه لحد ما يوصل معاكي اللي هو القوام ده، اللي هو يكون تقيل كده، تمام. هنحضر بقى عندك بقى انت عايزه مثلا تحطي الزرعه بتاعتك في قصاري اللي هي القصاري اللي هي الطبيعي. ممكن تجيبي منها، عندك كوبايات في البيت ممكن تستغليها. ممكن مثلا جزء من الازايز او قصاري زرع صناعي زي القصاري دي. شايفين شكلها حلوة خالص وبالشكل ده اللي هي ورخيصة، ان انت ممكن تجيبيها كمان بالورد الصناعي بتاعتها وتعملي لها تعديلة بحيث ان هي تبين شكلها طبيعي وحلوة كده. وكمان احنا لما بنحط فيها الاسمنت بتخليها تثبت اكتر وبتبقى سهلة ان احنا نغسلها تحت الحنفية فتزهزه معاكي كل ما تغسليها. يلا بينا. ودلوقتي اهو بعد ما صبيت الاسمنت بتاعي في القصاري الزرع الصغيره اللي انا هستخدمها، حسب ممكن لو عايزه قصريه كبيره هتعمليها، يعني ده عادي بقى يرجع لك زي ما انت تحبي. عايزه تعملي الشجره بتاعتك في قصريه عامله ازاي، او عايزه مثلا تعمليها شجره صغيره، او مثلا هترشقي فيها زرع او هترشقي فيها ورد زي ما انا عامله كده، تمام. اللي هو ثابت، بصوا ثابت معايا كده وبغسلها بسهوله جدا تحت الحنفيه. شايفين ثابته معايا دي كده، جواها اسمنت وبالتالي بتبقى ثابته معايا وشكلها حلو، اللي هو شكلها طبيعيه، تمام كده. طب دلوقتي هنعمل ايه؟ انا عايزه اعمل شجره زي الشجره دي بس فرع واحد بس، يعني مش اتنين زي دي، تمام. فهحط خشبه واحده. الخشبه دي هنستخدمها لقصريه واحده من دول، تمام. ادي اهي الخشبة دي عبارة عن عصاية مقشة نص متر، يعني عصاية المقشة بقصها، تمام. وهبدأ انزلها في الاسمنت في النص بالشكل ده، تمام كده اهو. شايفين اللي هو بتثبتيها. بصوا، انا بستنى ان الاسمنت يمسك شوية نفسه عشان خاطر لما احط العصاية تبقى ماسكة نفسها وما تقعش مني. ولو برضو عايزة تنزليها على طول بعد ما تحطي الاسمنت عادي مش مشكلة، حطي الاسمنت ونزليها وثبتيها باي حاجة من الجناب. دي كده انا هعملها شجرة اللي هي فرع واحد بالشكل ده، تمام كده. فكرة تاني ان انا لو عايزة انزل فيها ورد، احط الورد كده ارشقه في اي حتة فيلم، تمام. اي فيلم عندك من بواقي الحاجات، اي حاجة بنشتريها بيبقى جواها فيلم، ممكن ان هو تحتفظ بيه وتستخدميه في الحالات دي. هتمسكي حتة الفل كده، تمام، ونرشق فيها الورد ونسقطها في الاسمنت عشان خاطر تكون ثابتة معايا، تمام كده. هنسقطها لتحت. ادي اهو انا سقطتها لتحت وبتبداي تديها كده عشان خاطر تعدل معاكي، تمام كده. وبالنسبه للورد عادي خالص، اول ما بتحطيه تحت الميه كل الاسمنت ده بيطلع من الورد وما بيبقاش فيه مشاكل خالص، وكمان من القصريه. وادي دلوقتي خلاص بعد ما خلصتهم كده بالشكل ده. طبعا انت تعمليهم بعد ما تخلصي كل اللي وراكي، تعمليهم من بالليل، هتصحي الصبح تلاقيهم زي الحجر، اللي هو هتلاقيهم ناشفين وكويسين جدا. هتبداي ان انت تغسلي الزرع بتاعك عادي خالص تحت الميه والحنفيه، هتلاقيه كل الحاجات الزيادات دي هتنزل معايا تاني يوم اهو. بعد ما الاسمنت نشف معايا زي ما انتوا شايفين كده، اللي هو بقى ناشف جدا، وانا غسلتهم، اللي هو بصوا شايفين بقت قوية ازاي، اللي هو وناشفة معايا ازاي، اللي هو غسلناها تحت الحنفية عادي خالص وبقت حلوة جدا. دول بالنسبة لهم كده خلاص اللي هو
هما كده خلاص خلصانين معايا بالنسبة للورد. دي بقى اللي انا هشتغل عليها عشان اخليها شجرة حلوة زي دي، بس دي شجرة صغيرة وانا هعمل دي شجرة كبيرة. تمام كده. ادي دلوقتي انا جهزت معايا الفل ده بالشكل ده. ادي ده فل عادي خالص اللي هو بيبقى موجود في الحاجات اللي احنا بنشتريها، وانا مسكته وقطعته بالسكينة حتت زي دي كده بالشكل ده. تمام. وهنبدا ان احنا عندنا بقى، عندك مسدس شمع يبقى حلو قوي، ما عندكيش مسدس شمع هتقفي جنب البوتاجاز وتبداي تسيحي الشمع اللي هو صابع، ونبدا نلزقه على الخشبه بالشكل ده. تمام كده. يلا بينا. ادي اهو بالشكل ده نسخن مسدس الشمع، وادي الفله بالشكل ده، ونبدا نمشي عليها كده اهو. تمام. اللي هو انتي توزعي الشمع كده اهو، اللي هو حاجه كده لذيذه قوي، يعني اللي هو تقعدي تتسلي بيها كده بعد ما تخلصي اللي وراكي، وتبداي تلزقيها على الخشبه كده. تمام كده اهو، من كل ناحيه، من كل الجوانب. ادي دي كده ناحيه. تمام. ونبدا ناخد اللي بعدها، ادي اهي، ونبدا برضو نلزقها جنبها بالشكل ده. شايفين اللي هو كده اهو، شايفين اللي هو تبدأي تغطيها بالفل من كل الجوانب، اللي هي سهلة قوي ومش بتاخد وقت خالص يعني وانتي واقفة تعمليها اهو. بعد ما لزقناها كلها شايفين بقت حلوة ازاي، اللي هو متماسكة جدا معايا. شايفين اللي هو حلوة جدا. طب انا دلوقتي عايزة اسويها عشان خاطر تبقى متناسقة مع بعضها. هنبدأ ان احنا نجيب الولاعة بتاعتنا ونبدأ نشيطها كده اهو. شايفين اللي هي بتلم معاكي ازاي بسرعة جدا. شايفة النار بتلمها بسرعة، فهتبدأي ان انتي تسويها مع بعضها بالولاعة. وادي اهو بعد ما شيطتها اللي هو سويتها كلها مع بعضها كده عشان تبقى متناسقه، مفيش حاجه خارجه عن النظام بشكل عشوائي، يعني مش اللي هو بالظبط. تمام. عشان تبقى مديه شكل طوبي معاه. يلا بينا بقى ندهنها. ادي دلوقتي انا محضره علبه لاكيه صغيره، دي انا جايباها من فتره طويله جدا ومش غاليه خالص، يعني اللي هو انا كنت جايباها ب20 جنيه، اللي هو مش غاليه خالص. دي علبه لاكيه. تمام كده. تروحي للموال تقولي له عايزه علبه لاكيه. البني ده بيبقى حلو قوي ان انت بتحتاجيه دايما في الاشجار دي عشان تبقى شكلها طبيعي زي الشجره دي كده. تمام كده. طيب وفرشه اهي ب5 جنيه يعني برضو مش غاليه، وتبداي تستخدميها. بس بعد اهم حاجه بعد ما نخلص ان احنا نقفلها كويس قوي بالغطا بتاعها، يعني اللي هو تكمريها جامد عشان ما تنشفش معاكي. ولو نشف الوش معاكي، لو عندك تنر او جاز ممكن تزودي شويه عشان خاطر تفك معاكي. تمام كده. فهي اهي طالما احنا قافلينها كويس قوي ممكن تقعد عندك اللي هو ان شاء الله حتى 10 سنين عادي خالص، تفضل زي ما هي. تمام كده. يلا بينا بقى ندهن الشجره بتاعتنا. ادي اهو زي ما انتم شايفين. المهم وانتي بتدهني تعملي كده اللي هو الدخلات بالفرشه، اللي هو تسقسقيها كده بالبوز بتاع الفرشه عشان خاطر نكسيها كلها بني وتبقى شكلها طبيعي. شايفين. وادي دلوقتي بعد ما خلصتها خالص شايفين شكلها حلو ازاي، اللي هو شكلها حلو جدا. شايفين. هنسيبها طبعا للصبح عشان تنشف معايا اهي. تاني يوم شايفين اللي هو نشفت معايا وبقت حلوة جدا، اللي هو سهل دلوقتي كده بقت جاهزة معايا ان انا ارشقها بالزرع. يلا بينا نرشقها ونشوف هنعملها ازاي. ادي الورق معايا اهو، بيبقى طبعا موجود كده اللي هو بالشكل ده في الخوص بتاعه الاساسي، وبعدين انا بقصقصه بالمقص بحيث عقله صغيره كده اللي هو بتبقى فاضله فيه. تمام كده. وبالرشقه بيبقى سهل ان هو يترشق، ممكن ان انت تنسقيه ان هو الصغير مثلا فوق والكبير تحت، ان هو تقسميهم وتبداي ترشقيه كده. بيبقى سهل جدا ان هو يترشق بايديكي كده، وبعدين هنبدا ناكد عليه. وادي اهو معايا شايفين انا رشقتها، اللي هو بترشقيها عادي خالص بشكل عشوائي زي ما انت عايزه، وتنسقيه زي ما انت عايزه. بصي اهو بالشكل.
احنا هنثبتها بالشمع، بس الاول ترشقي الشجره بتاعتي كلها وبعدين نثبتها بالشمع اللي هو كده. تمام كده. طيب لو انت مثلا لاقيه في صعوبه وان انت تدخلي الورقه بتاعتك باي مفك رفيع كده مدبب اي حاجه، وتبداي تخرمي خرم في الشجره. تمام كده. وتبداي تغرزيه زي كده. مثلا انا خرماها اهو، وهبدا ادخل الورقه بتاعتي في الخرم بسهوله جدا. تبداي تدخليها كده وبعدين هنثبتها بالشمع. تمام كده. وادي اهو بعد ما رشقت الزرع وبدات احط نقطه من الشمع هنا ونقطه من فوق عشان تبقى ثابته معايا كده وما تتخلعش. نغسلها براحتنا، اللي هو تحطيها تشيليها براحتك خالص، عمرها ما هتتحرك معاكي طول ما انتي مثبتاها بالشمع، نقطه من فوق ونقطه من تحت. وهتبداي تشيلي الزيادات بتاعه الشمع ده اول ما ينشف، وهو بينشف بسرعه جدا، يعني اقل من 3 دقايق هتلاقي الشجرة معاكي جاهزة. ودلوقتي الشجرة بتاعتنا جاهزة اهي، حسب الورق اللي عندك. لو عندك ورد ممكن تحطي فيها ورد زي ما انت عايزة. وادي الشجرة معايا اهي جاهزة زي ما انتوا شايفين كده، شكلها حلو جدا وخطيرة جدا. من حاجة بنرميها، يعني الفل ده سهل جدا ان انت تشيليه عشان افكار زي كده. يا رب تكون الفكرة عجبتكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله.